السلام عليكم. معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اهم مشروب في رمضان، مشروب الصوبيا. شايفين بسم الله ما شاء الله الفم ازاي عليه، اللهم صل وبارك. وهنعمل بقى عشان نعمل مشروب الصوبيا لازم نعمل بودرة الصوبيا. وهنقول عصريا اهم المكون اللي بيتحط في الصوبيا بيخلي ريحتها مختلفة عن المشروبات الرمضانية اللي بنشربها كلها. وهيبقى حاجة معمولة في البيت وعلى قد الايد زي ما بيقولوا، وزي ما الكتاب قال او زي ما العطار قال. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الجميلة، ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. قبل ما نبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنجيب بقى المج اللي بنستخدمه في كل بيت، مج الازاز ده، وهنجيب المقادير بتاعتنا ان شاء الله سهله وبسيطه. كوبايه لبن بودره، عشان نعرف لبن البودره بتاعنا كويس لازم يبقى يكون لونه اصفر مش ابيض. هنجيب من اي مستلزمات العطار الحلواني قصدي سوري، او من اي عطار مضمون. نص كميه اللبن البودره كريم شانتيه، يبقى كوبايه لبن بودره يبقى نصها كريم شانتيه. قد الكميه دي بقى كوبايه ونص، دول هنحط كوبايه ونص سكر. ده يبقى السكر بتاعه بالشعره مظبوط تمام. لكن انت لو جيتي بقى وحبيتي تحطي سكر على الكوبايه هتزودي معلقه على كل كوبايه معلقه صغيره تمام. بعد كده هنقول بقى المكون الاساسي اللي بيخلي ريحه الصوبيا مختلفه عن كل المشروبات. بودره الصوبيا، بودره جوز الهند سوري. بودره جوز الهند دي بتخلي ريحتها قويه جدا، وبتخلي يعني لو حطيتي اكتر من ربع معلقه على الكميه دي هتمرر لك الصوبيا وتبقى مش صوبيا، تبقى حاجه تانية تمام. الكيلو ب 1500 جنيه، انت هتجيبي ب 10 جنيه ب 15 جنيه ب 20 جنيه، انك مش محتاجه غير ربع معلقه. وبقت الكميه تعملي بيها سحلب، لان لو اللي شاف فيديو السحلب هيلاقينا بردك حاطينها في نفس مكون اساسي في السحلب. هتستخدميها في اي حلويات بقى، رز بلبن كاستر، اي حاجه او بسبوسه، اي حاجه مش هتخسر تمام. ونقلبها كويس جدا، بس مش هنحط بقى ولا دقيق ولا رز مطحون ولا نشا، لان ده مش سحلب، دي حاجه مش هتتحط على النار. السحلب كان بيتحط على النار، كان دي حاجه هنشربها على طول. لو حطينا فيها حاجه زي كده هتوجع لنا بطننا. يبقى هي زي ما الكتاب قال او زي ما العطار قال، ده المقدار المظبوط تمام. ما نضيفش اي حاجه تاني ان شاء الله بفضل الله تمام. وهنحطه بقى ببرطمان، علبه، اي حاجه عندك غسلاه كويس ومعقماه كويس وتحطيه فيه بقى. وبعد كده تشيليه في دولاب المطبخ يكفيكي بقى وقت ما يخلص تعملي غيره. او لو عايزه تزودي الكميه دي اعملي ضعف الكميه من دلوقتي تكفيكي رمضان كله. دي الكميه دي طلعت نص كيلو بالامانه يعني تمام كده، وتبقى جاهزه على الاستخدام اليوم ان شاء الله. بعد كده بقى هنجيب نعمل الصوبيا نفسها. هنجيب كوبايتين لبن عند بلندر او الخلاط، او ممكن كوبايه لبن ونحط عليها كوبايه ميه، يبقوا كوبايتين لان اوريدي هي فيها لبن. وهنحط على كل كوبايه معلقه صوبيا تمام، بودره الصوبيا، ونقلبها. وبعد كده هنضربها عشان نحصل على الفوم اللي احنا بنشوفه عند الكافيهات والقهاوي. والفوم دوت نتيجه الكريم شانتيه اللي احنا حاطينه، هو ده بيديني الفوم اللي احنا بنحبه دوت تمام. وهنضرب بقى، وممكن نجيب ساعات بنجيب من بتاع العصير كيس ونضربه في الخلاط او في الهاند بليتر عشان نحصل على الفوم دوت. بعد كده ما نقدرش نشرب صوبيا من غير تلج، لازم تبقى مشبره كده، حتى لو الجو برد. نحط تلج بقى ونضيف الصوبيا بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين؟ الله اكبر. بصوا الفوم بتاعها عامل ازاي، حاجه بقى معموله في البيت وعلى قد الايد ومضمونه، وهتدعولي والله ان شاء الله. اللهم صل وبارك. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. كل سنه وانتم طيبين، يعود علينا رمضان وعليكم بالف خير يا رب. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اهم حاجه الدعوه الحلوه، وبعد كده الاشتراك في القناه، وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، واللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الجميله، وتشيروه لحبايبكم واصحابكم عشان يستفادوا من الفيديو ويعملوا صوبيا مضمونه وعلى ايديهم في البيت. بحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمه الله.